احنا عندنا مثل شعبي بيقول الحيطان لها ودان. يا مراحب، احنا دلوقتي في معبد كومومبو الخاص بالمعبودين الشهيرين سوبك وحرور، وليهم حدوته هنقولهم برضو ان شاء الله في فيديو تاني. المهم ان في صراع حصل ما بين هذين المعبودين اللي في هذه الاسطوره كانوا اخين. انتهى الصراع دوت بان الالهه تدخلت عشان تقسم ما بينهم المعبد. بالظبط المعبدين متماثلين تماما، سيمتريه كبيره جدا. وتدخل عشان دوت عشان يقسموا مين؟ المعبوده الحق والعداله اللي هي معت، وبلغت المعبودات المسؤوله عن الاتجاهات الاربعه، الثور والنمر المجنح والصقر المجنح والافعى المجنحه، ان كل واحد يروح في اتجاه من الاتجاهات الاربعه ويبلغ بهذا القرار عشان كله يعرف ان العد تم هنا. هنا الجزء ده بيبقى خارج المعبد، مما يعني ان العامه مسموح لهم ان هم يجوا فيه. فعشان كده اتعمل هنا الودان دي والعينين دي. ليه؟ لان العامه يجوا هنا يشتكوا للالهه ويطلبوا منهم طلباتهم وامنياتهم، والالهه تقول لهم انا فعلا سامعاكم وشايفاكم وهيتحقق ان شاء الله. احنا عندنا مثل شعبي بيقول الحيطان لها ودان. احنا اتعودنا طبعا ان احنا نخليها على ان خلي بالك الناس سمعانا، لكن هي برضو يجوز ان احنا نفسرها بامتداد الموروث الميثولوجي المصري القديم، ان الحيطان سامعاك وممكن تعرف عنك كل حاجه زي الالهه ما بتعرف عنك كل حاجه.